اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ في ناس كتير بعتولي، اكتر من حد يعني بعتلي وقال لي العروق او العصب يوم ما بنيجي نذبح واحنا داخلين على العيد الكبير اهوت مش عارفين نعمل بالعروق ايه او بالعصب ايه. فانا جاي لكم النهارده بافكار جميله وطريقه مبهره جدا جدا جدا. معايا حله على النار فاضيه ونزلت بالعروق او بالعصب كده من غير اي ماده دهنيه او حاجه، عشان هي طبعا بيبقى فيها نسبه من الدهون هي هتنزلها. ونشوف دلوقتي عايزين نحطها كده في الحله ونشوحها تشويحه كده، يعني نخلي النار عاليه عليها ونروح نازلين بالحله. هنجيب الحله على النار ونروح حاطين عليها ايه؟ العروق زي ما انتم شايفين كده. نزلنا بالعروق او العصب او العروق الصفراء زي ما بيقولوا عليها، ورحنا نازلين بيها كده في الحله. طبعا اكتر من حد كتب لي وقال لي ايه اعمل لنا العروق او العصب دوت، وانا بناء عن طلبهم حبيت ان انا ايه اعملها لكم. نزلت ببصلايه وطماطمايه ولوري وحبهان، الحاجات اللي بتحطيها على اللحمه كالمعتاد. طيب قلبتهم كده يا جماعه وتشوحوا معايا تشويحه حلوه قوي مع البصله ومع الايه البهارات اللي احنا حطيناها. نزلت كده ميه بتغلي من الكتل او ميه تكون غاليه على البوتاجاز، بس ما تحطيش ميه بارده يعني ميه من الحنفيه، لا لازم تكون الميه بتاعتها مغليه. طبعا حطيناها كده على النار وسبناها ايه تغلي كده زي ما انتم شايفين، وسبناها. شايفين الشوربه بتاعتها كانت مطلعه حبه شوربه جمال جمال جمال. عايز تاخدي منها شوربه خدي، مش عايزه مستغنيه عن الشوربه بتاعتها عادي خالص. دلوقتي طبعا انا خليتها تستوي كده على نار هاديه ووطيت النار وخدت السوا بتاعها الجميل خالص. معايا بصلايه كده على النار ورحت نازله بالماده الدهنيه اللي تحبي تشتغلي بيها، ورحت نازله بيها كده نحمر البصلايه ديت، يعني يا دوبك بنصفرها بالشكل الجميل دوت ماشي. ومعايا بقى في ناس بتحب ان هي عايزه تعمل العروق ديت لوحدها ماشي، عايزه تضيف لها اي خضار عليها. تعالوا دلوقتي هنشوف هنضيف لها خضار اللي هنعمله او هنعمل معاها ايه. دلوقتي حطيت التسبيكه بتاعتنا كده اتسبكت تسبيكه الصح اهيت، ومعايا لوبيا سلقتها وطبعا حطيناها كده في قلب التسبيكه تشرب من التخديعه بتاعتنا كده بالشكل الجميل دوت اهوت. وبعدين بعد ما خدت التسبيكه بتاعتنا الجميله ديت بروح جايبه العروق بعد ما شلتها من الشوربه واستوت خالص وصفيناها. نزلت على العروق بتاعتنا كده على اللوبيا بتاعتنا كده بالعروق او العصب، ورحت نازله بيها. صدقيني كانت حله لوبيا بالعروق او بالعصب جميله جدا جدا جدا، وكانت شكلها وطعمها وريحتها مش قادره اقول لك. طبعا احنا دلوقتي قلت لكم الافكار لما تيجي تذبحوا ان شاء الله في العيد الكبير هتعملي ايه بالعروق او بالعصب بالشكل الجميل دوت. لو انت مش بتذبحي وعايزه تجيبيها من عند الجزار متوفره جدا عند الجزار، روحي هاتيها واعمليها كده بالطريقه ديت. صدقيني اكله اقتصاديه جميله جدا جدا. ايه رايكم فيها؟ وشايفين شكلها دلوقتي كده بعد ما خلصناها، ايه رايكم فيها وشكلها كده وطعمها كان لذيذ جدا، وعيالك اشكرك عليها. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. وفي نهايه الفيديو بقول لكم انا بشكر ضيوف الجمال العزاز اللطاف.